أهلا بكم من جديد. دكتور خالد المرزوقي رئيس نادي الاتحاد يؤكد في حديث متشبع بالألم أن الشتائم والإساءات التي وصلت إلى حد والديه أجبرته على الرحيل من رئاسة النادي الكبير. حديث المرزوقي الأخير نايف الثقيل. مع وسائل الإعلام المنتشرة الآن الطلاب يعرفوا كل صغيرة وكبيرة طبعا بصفة أنه أستاذ لهم ومعلم، فطبعا بيهتموا بأخباري كأستاذ لهم ومعلم، وفي نفس الوقت بيهتموا بنادي الاتحاد. بس أنا دائما الحقيقة في محاضراتي دائما أسيطر عليها تماما وأرفض أي خروج لأي سؤال عن محيط الطب أو عن محيط دائرة المحاضرة اللي بألقيها. وإذا كان هناك لهم أي استفسار لأي طالب مهتم بالرياضة أو بالنادي بعد في الفترة اللي هي نسميها فترة الاستراحة، دائما عندنا برضو اللي هي فترة الظهيرة من 12 لواحدة مكتبي مفتوح في الجامعة وبيجوني عدد كبير من الطلاب، لكن أنا مخصص هذا الوقت إذا حبوا يناقشوني في أي مسألة فيها من النواحي الرياضية ما عندي مانع. لكن أثناء المحاضرة أو أثناء يعني المرور على المرضى أو التدريس الإكلينيكي أو العمليات طبعا أنا مانعهم تماما عن التحدث في هذا المجال. يعني بيكتبوا بعض الأحيان كتابات، في الكتابات أكثر منها ما هو يعني مباشر، لا أكثر طبعا عبر الرسائل SMS الجوالات إساءة، يعني الواحد يعني يندن جبين أن يذكرها. يعني ما يعني احنا تربية الإنسان لا تسمح به بيتكلم. يعني أنا ما كنت متوقع إنه في وصلت ببعض الناس ببشر إنه يترفعوا وليس خوف، وحتى يعني الرسالة تيجي برقم يعني بدرجة يعني ألفاظ الواحد يعني ليس له علاقة بالرياضة ولا بأي شيء آخر. يعني يا تكون شخصنا، وهذه الحقيقة يعني أقول للناس اللي بيكتب زي كده، يعني هو أكيد عنده أولاد وعنده أهل وعنده عائلة وعنده أسرة، لو يرضى على نفسه هذا الكلام يبقى هو يعني. ودائما الحمد لله عندنا الحديث يقول إذا الإساءة ما وصل هذا فهي مردودة له، يعني طالما ما رديت عليه فهي مردودة عليه. يعني اضطريت أغير بعض التلفون الأرقام، لكن يعني طبعا حتى لو غيرت بتبان الأرقام، لكن يعني الواحد بيحاول يعني إنه يبعد. دي أمور أنا أعتقد خارج عن الرياضة، لا أبدا والله. كانت في الأول طبعا لأنه ما متعود عليها، وبالتالي بعدين تعودت عليها من كتر ما يعني تيجي الرسائل وتيجي، فصرت ابتسم اكثر لانه ولا ارد، لانه هذه مردوده له طالما ما ترد. يعني الحقيقه كان سبق انه اخوي احمد كان يرأس النادي الاهلي، واعتقد برضه طالته نفس ما طالني الان يعني في الاتحاد بالاساءات، وكانت تطالب احمد بالعدول عن رئاسه النادي الاهلي لنفس الاسباب، انه واجه برضه نفس المشكله، بس طبعا انا على اكبر. فكانت طالبت احمد في ذلك الوقت انه يعني بالابتعاد عن المجال هذا. والحمد لله احمد طبعا دائما الوالد والوالده دول يعني رضاهم من رضا الله سبحانه وتعالى، فاستجابوا. انا الان نفس الحكايه طلبت مني نفس الطلب، هو الوالد انه الابتعاد نهائي عن مجال الرياضه، وانا الحقيقه ارضخ لكلامه، لانه الوالدين عندي اغلى من اي شيء، وطالما طلبوا مني هذا الشيء فهذا يعني اقل شيء انك تبعد عن ليش طلبوا منك؟ ابن الاساءات اللي وصلتهم هم اساءات؟ اكيد طبعا، حتى في بيت الوالد يعني وصلت الاساءات. نعم حتى في بيت الوالد يعني. فيعني صعب جدا انه انت يعني لم يتوقعوا هذا الشيء يعني هم عارفين ايام احمد كان في موجود يعني، والان ازداد تضاعف الامر. فطبعا يعني طالبوني يعني بترك المجال فورا يعني، وليس يعني من غير تفكير حتى. حديث المرزوقي تتابعونه غدا في نشرة الأخبار العربية في نفس توقيتنا هذا. هذه آخر حلقاتي في المرمى هذا الموسم. أدعوكم من السبت المقبل لمتابعة برنامج ما قبل المونديال مع الزميلة ليليان تنوري، وقبل المونديال بيوم نتابع برامجنا المونديالية عن كأس العالم. شكرا لطيب المتابعة كل هذا الموسم. ألقاكم.